الحارس الرسمي ايتو ميلين كوني. في بنك البدلاء سيا لونغان، كوتسي، جورج ليبيسي، كوتسو، موليكو، سيفيلي، ميتمبا، بوليكشتاين، ايفان، بوكينغا. وتشكيل بدلاء المدرب سيوار باكستر، المدرب الاسكتلندي الذي لديه تجربة كبيرة في الملاعب الافريقية بحكم انه درب المنتخب الجنوب افريقي في فترة سابقة، واليوم يقود كايزر تشيفز لتحقيق نتائج جيدة في الدوري الجنوب افريقي الذي يتصدره برصيد مهم من النقاط، متقدما على مجموعة من الأندية الكبيرة. فريق الرجاء والمدرب البرتغالي جوزي روماو يعتمد على تشكيل يضم خالد العسكري، عادل الكروشي، مصطفى بالمقدم، عبد الجليل الجبيرة، محمد الحاج، محمد علي بمعمر، هيلاير كوكو، فيفيو مابيدي، اوساغونا، لاعب ياسين الصالحي وجوادي سان. والتشكيل الرسمي للرجاء الرياضي البيضاوي في هذه المباراة التي تدور بملعب موزيس مابيدا بمدينة دوربان، واحد من أجمل الملاعب التي استضافت مونديال كأس العالم 2010، ملعب موزيس مابيدا. علما أن نادي كايزر تشيفز الذي تأهل لهذا الدور على حساب نادي مغمور يرغب اليوم في تخطي الرجاء في هذه المباراة، وهو يلعب بعيدا عن ملعب سوكر سيتي بالعاصمة جوهانسبورغ. مباراة يقودها الحكم إريك أوتوغو كاستان، وحكم هذه المباراة التي تدور بمدينة دوربان تحكيم الجابوني الذي برز وبشكل ملفت في كأس افريقيا الاخيره. هذا الحكم قاد مباراة الدور النصف النهائي ويقود هذه المباراة التي نتمنى من خلال كل توفيق للرجاء لتجاوز الحصون الجنوب افريقية، لتجاوز نادي كايزر تشيفز بقيادة ماشامايت المدافع الاوسط وعميد الفريق اليوم في ظل غياب الحارس الرسمي ايتو ميلين كوني. خيارات المدرب ستيوارت باكستر تضع الحارس الرسمي في بنك البدلاء يعوض بريون كوزوايو الحارس البديل، فيما خالد العسكري يحضر اليوم للحد من خطورة هذا الرجل. ماسيليلا لاعب مميز جدا، لاعب بكفاءة فنية عالية، رفقة مجموعة من نجوم المنتخب الجنوب افريقي. نادي كايزر تشيفز يرغب في ان يقدم ورق اعتماده على الصعيد القاري لكي يكون ثاني فريق جنوب افريقي يصل لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا بعد نادي اورلاندو بايراتس سنة 1995. تنطلق المباراة من أقدام فريق الرجاء الرياضي الذي يرغب في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب موزيس مابيدا. المحاولة الأولى تجاه أوساغونا والتغطية من ماشاماي تيفا، مبعد الكرة في خط الوسط رينيلوي هو ضابط إيقاع خط وسط نادي كايزر تشيفز رقم 6، لاعب بمؤهلات عالية جدا. فريق كايزر تشيفز الفريق الجنوب افريقي طموح، الفريق الذي يحتل الزعامه في الدوري الجنوب افريقي برغم انه نتائجه غير مستقره في الدوري المحلي خلال الاسابيع الاخيره. يركز كامل اهتماماته على هذه المباراه امام الرجاء الرياضي. ضربه خطا في الدقيقه الاولى للفريق الجنوب افريقي الذي يظل متمكن وبشكل كبير من الكرات الثابته في ظل تواجد عناصر من قيمة تيفا جونايد، ماشامايت وكذا ماسيليلا. صعود بشكل دائم لمنطقة الجزاء لاستغلال الكرات الثابتة، يلزم الحذر كل الحذر من المؤهلات الهجومية للفريق الجنوب افريقي. هذه كرة مرفوعة مبعدة من دفاع الرجاء الذي توج بلقب دوري ابطال افريقيا في 3 مرات سابقة. كاس افريقيا للاندية البطلة محطة اولى رفقة ربح سعدان، وبعد خرجة افريقية كانت موفقة رفقة المدرب وحيد اليوتزيتش، ومن ثم المغامرة السعيدة رفقة المدرب الأرجنتيني أوسكار فيلون. الرجاء يرغب في تحقيق لقب رابع والبداية من جنوب أفريقيا بالرغم من أن المهمة كانت سهلة أمام نادي الشياطين السود لديابلو نوار من الكونغو برازافيل. فالخرجة الثانية أمام كايزر تشيفز لن تكون سهلة للنسور الخضر. كرة تصل في خط الوسط عند رينيلوي ليتشو جوستاد لادلا، كرة تعود في خط دفاع لنادي كايزر تشيفز الذي يعتمد على اسلوب انجلو ساكسوني في اللعب. الكرة الطويلة تجاه لاعبي خط الهجوم، هذا لا ينقص من المهارة الفنية لعدد من اللاعبين المهمين ابرزهم رينيلوي ليتشو، ومن يصنع اللعب وهو ابرز عنصر في خط وسط فريق كايزر تشيفز. ما نساوش سيفوي تشابالالا وكذا المهاجم برنار باركر.
أكثر لاعبين خبرة في تشكيل نادي كايزر تشيفز. مهمة نتمنى موافقة لرفاق فيفيون مابيدي. رجاء عنده تجربة قارية، رجاء يلعب اليوم على أرضية ممتازة جدا بمدينة دوربان بملعب موزيس مابيدا. وصلت كرة جاكسا لحسن الحظ كان متسلل الظهير الأيمن لفريق كايزر تشيفز سيبونيسو جاكسا. 4 تغييرات في التشكيل الرسمي: دخول سيبونيسو جاكسا في الجهة اليمنى، دخول دافيد زولو في خط الدفاع، وجو ستادلاندا يلعب في خط الهجوم. عناصر غابت عن المباريات الأخيرة في الدوري الجنوب افريقي، وأهمها كان دوري أو ديربي سويتو الشهير أمام أورلاندو بايراتس، حي سويتو الذي ينتمي إليه نادي كايزر تشيفز، واحد من الأحياء الشهيرة بالعاصمة جوهانسبورغ. ينتمي إليه كايزر تشيفز، النادي الجنوب افريقي الذي يحمل هذا الاسم منذ سنوات عدة. تصل الكرة لرجاء، ضربة خطأ تنفذ بالخطأ، تعود من اللاعب الذي يمنح التوازن لخط وسط الرجاء هيلاير كوكو. لو كان هيلاير كوكو اليوم في يوم الرجاء سيعود بنقاط أو بانتصار ثمين في مباراة الذهاب عن الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز. لازم ثقة في الإمكانيات، لازم تحدي كل شيء في هذه المباراة لتسجيل هدف أمام كايزر تشيفز. كرة في خط الدفاع عند بالمقدم، لاعب خط دفاع الرجاء البيضاوي رفقة محمد الحاج، أقل اللاعبين خبرة في رجاء في هذه المباراة المدافع الأوسط، رغم أنه قدم إشارات جيدة في مباريات البطولة الوطنية. يلعب اليوم في خط الوسط رفقة محمد الحاج. كرة القدم الحديثة لا تعترف بالسن، ياما لاعبين صغار تألقوا في مباريات من مستوى عالي. تصل كرة للاير كوكو، والحكم الجابوني إريك أرنولد كاستان يمنح ضربة خطأ للاعب المقنع ياسين الصالحي. ياسين الصالحي هداف كأس العرب للأمم، الرجل الذي غيبته الإصابة عن مجموعة من مباريات الرجاء، لكن أمام أولمبيك ريبكا أكد للجميع على أنه تعافى وعلى أنه قادر في هذه المباراة لأن يقود الرجاء لهدف أول في مرمى بريون كوزوايو حارس مرمى كايزر تشيفز. لم يلعب مباريات كثيرة هذا الموسم رفقة كايزر في الدوري المحلي. ياسين الصالحي، كرة مرفوعة، المتابعة والهدف. أوساغونا الهداف النيجيري الذي يسجل هدفا ثمينا، هدفا جميلا في مرمى الحارس القليل الخبرة بريون كوزوايو. يمتثل لرغبة المهاجم النيجيري ويتمكن الرجاء من تسجيل هدف غال، هدف ثمين بقيمة المعادن التي تسخر بها جنوب افريقيا. يساوي هذا الهدف المازن، وكم انتم سعداء يا جماهير الرجاء العالمي ويا جمهور المغربي الذي يتابع هذه المباراة على قناة الرياضية بهذا الهدف الجميل في مرمى كايزر تشيفز. الرجاء العالمي كما قلتها منذ انطلاق المباراة، الفريق الذي توج بألقاب كثيرة على مستوى مسابقة دوري أبطال افريقيا، قادر اليوم على دك الحصون الجنوب افريقية وقادر على ترويض الأولاد في هذه المباراة. الأولاد منتخب جنوب افريقيا الممثل ب7 لاعبين دوليين في هذه المباراة، وربعة منهم يلعبون للمنتخب الأولمبي. كايزر تشيفز ليس بالفريق السهل، لكن الرجاء عنده قيمته وعنده مؤهلاته وعنده إمكانياته لكي يصل بدل المرة 3 في هذه المباراة أمام كايزر تشيفز. الدقيقة 6 هدف ل0 للرجاء. خالد العسكري كانت شكوك حول دخوله كرسمي في هذه المباراة بعد وفاة والده قبل أيام قليلة، وفضل مواصلة الرحلة إلى جنوب أفريقيا رفقة ناديه. هذا هو العشق وهذا هو الوفاء للنادي. نتقدم بأحر التعازي لعائلة العسكري ونتمنى كل التوفيق للنسور الخضر في هذه المباراة. شي سجلت هدف لا يلزم التهاون ويلزم تسجيل المزيد من الأهداف أمام كايزر تشيفز. ليس بالبعبع المخيف في كرة القدم الأفريقية. تشابالالا والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ للظهير الأيسر سيفوي شابالالا. مسؤولية كبيرة على مجدي الجبيرة الذي يعوض زكريا الهاشمي في الجهة اليمنى جوزي روما، واليوم في غياب زكريا الهاشمي وتواصل غياب رشيد السليماني
لم يكن امامه من خيار الا توظيف عبد الجليل جبيره كما كان الحال امام اولمبيك خريبكا. عبد الجليل جبيره سجل هدفا يساوي الانتصار امام الاولمبيك، واليوم يرغب في ان يوقف المد الجنوب افريقي، المد الذي يقوده سيفوي شابالالا. يسجل اول هدف لجنوب افريقيا بكاس العالم 2010 ضد المكسيك. هذا برنار باركر رجل تخصص في تنفيذ الكرات الثابته. تراجع لاعبي الرجاء لصد هذه الهجمه الجنوب افريقيه لكايزر تشيفز. برنار باركر، كره مبعده، ضربه زاويه للفريق الجنوب افريقي. سيكون هناك صعود لتيفا جونايد ماشامايت، لاعب سابق لبيت فيست فيتس، سجل اهداف كثير هذا الموسم لنادي كايزر تشيفز من خلال الكرات الثابته. المدافع طويل القامه، اكيد انه جوزي روماو تابع مجموعه من الاشرطه ووقف عند نقاط قوه هذا الفريق الجنوب افريقي. شابالالا في تنفيذ ضربه زاويه لكايزر تشيفز. اللاعب الخطير المكير، اللاعب الذي يمتاز بسرعه كبيره على مستوى الجهه اليسرى من خط الهجوم. شابالالا في تنفيذ ضربه زاويه، هذه كره مرفوعه، المتابعه من شامايت كما قلت من خلال مجموعه من الاشرطه. صعود المدافع الاوسط ماشامايت يشكل الخطر، كل الخطر على دفاعات نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. يلزم الحذر من هذا المدافع الاوسط رقم 23 تيفو ماشامايت. 10 دقائق الاولى من المباراه، هدف اكيد انه اربك جزءا من حسابات المدرب الاسكتلندي ستوارت باكستر، الذي لديه ذكريات حزينه مع كره القدم المغربيه، لانه في كاس افريقيا 2004 التي غادر المنتخب الجنوب افريقي من دوره الاول بعد التعادل امام المغرب، كان انذاك هو المدرب لمنتخب الاولاد للبافانا بافانا. اليوم اتمنى ان يضيف ذكرى اخرى من الذكريات السيئه في مشواره الذي يمتد لسنوات رفقه نادي كايزر تشيفز امام الرجاء بخساره ستكون مثيره وستكون مهمه لمشوار الرجاء في مسابقه دوري ابطال افريقيا. تسديدة ماسوندو بعيدة عن مرمى خالد العسكري. كرة طويلة تجاه رينيلوي واللاعب الإيفواري هيلاير كوكو. تضيع الكرة، الضغط في خط الوسط على حامل الكرة محمد علي بمعمر، والحكم يمنح ضربة خطأ للرجاء الرياضي. يلزم اللعب بهدوء وعدم الإفراط في الثقة. بالرغم من تسجيل الهدف الاول في المباراه يلزم التعامل بهدوء مع امكانيات ومع مؤهلات نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي، الفريق الذي قدم لكره القدم الجنوب افريقيه عدد من النجوم وعدد من الاسماء التي تالقت رفقه مجموعه من النوادي الاوروبيه. ابرزهم يظل لوكاس راديبي العميد السابق لمنتخب جنوب افريقيا الذي تألق رفقة نادي ليدز يونايتد بالبطولة الانجليزية، حتى أنه مجموعة غنائية شهيرة بليدز، مجموعة بارفا، غيرت اسمها لنادي لتحمل اسم كايزر تشيفز بالنظر لإعجابها الكبير بما قدمه لوكاس راديبي لنادي ليدز الإنجليزي. اليوم هناك مجموعة غنائية تحمل اسم هذا النادي الجنوب افريقي، لكن الرجاء قادر على ذاك الحصول الجنوب افريقيه في هذه المباراه. فريق لاستقبل هدف امام تاون رولرز الفريق البوتسواني في الدور التمهيدي، مقدور ايضا اليوم ان يستقبل اهدافا اخرى في ملعب موزيس مابيدا، والذي اعتاد على اجراء مبارياته الكبيره بملعب سوكر سيتي بالعاصمه جوهانسبرغ. اما الملعب الذي يلعب فيه باقي المباريات المحليه فهو ملعب راند ستاديوم بوسط العاصمه جوهانسبرغ. المسؤولون عن الفريق الجنوب افريقي يفكرون وبشكل كبير في بناء ملعب اخر لا يبعد كثيرا عن ملعب براند ستاديوم، بالضبط في منطقه جيرتسدورف. سيكون اول نادي جنوب افريقي يتوفر على ملعب خاص به، لانه كل الملاعب لا الجرين بوين ولا نيلسون مانديلا باي ولا ملعب موزيس مابيدا ولا سوكر سيتي هي استثمارات للدوله الجنوب افريقيه، للحكومه الجنوب افريقيه، بعدما نظم هذا البلد مونديال كاس العالم. مجموعه من الملاعب من مستوى عالمي، ما يقارب 14 ملعب من الجيل الحديث للملاعب العالميه. تصل الكره لكايزر تشيفز، جاكسا داير الايمن، سيبونيسو
سيبوليسو غاكسا لماندلا ماسانغو الذي يعود للطرف الايمن للمساهمه في الوصول لمرمى الحارس خالد العسكري. تتحول الكره لتشابالالا من الطرف الايسر. خطا كان لتسيبو ماسيليلا، اللاعب الذي يتألق عادة في الدوري الجنوب افريقي، سجل اهدافا ثمينه في المباريات الاخيره. هذا ماسيليلا سيبو لاعب خط الوسط، لعب لموسم واحد رفقة نادي ختافي بالدوري الاسباني منذ 2012، رفقة كايزر تشيفز، 29 سنة، يلعب كظهير ايسر لنادي كايزر تشيفز. هذه كرة مرفوعة مبعدة من خط دفاع الرجاء من اوساغونا الذي يعود لتأمين الجبهة الدفاعية. لو سألتم المسؤولين عن نادي الرجاء عن السبب الذي دفعهم لانتداب اوساغونا اللاعب النيجيري، فاكيد انه الجواب سيكون واحد، هو مسابقة دوري ابطال افريقيا اللي لازم انه يكون عندك لاعب مقدور ان يخلق الفارق في اي لحظة، واوساغونا فعل ذلك في الدقائق الاولى، ومن المنتظر ان يسجل اهدافا اخرى ان هو كان واثق الخطوات يمشي قادرا على تسجيل هدف اخر في مرمى نادي كايزر تشيفز. عبد الجليل جبيرة ربع ساعة الأولى مر عادي أنه الرجاء يكون شوية مرتبك أمام كايزر تشيفز. سيكون هناك اندفاع للاعبي الفريق الجنوب افريقي لازم أنه يستغل. الرجاء مطالب اليوم بأن يلعب كرة القدم الجميلة، الكرة القصيرة التي ستربك لا محالة حسابات كايزر تشيفز والمدرب باكستر، لأن الفريق الجنوب افريقي في اغلب مبارياته التي اجراها امام الاهلي المصري وامام الزمالك وامام النوادي التي تلعب كرة قدم قصيرة جميلة لم يقوى على مجاراة ايقاعهم واستسلم لشراك الخسارة. كرة تتحول لرينيلوي، هذا تشابالالا في خط الوسط، مشت كرة رينيلوي مع تشابالالا، حذاري من تشابالالا، حذاري من تسديدات رينيلوي، لكن التغطية في محلها من دفاع الرجاء الذي يتألق ويتدخل في الكرة الأخيرة لإبعاد الخطورة. وساغونا مشت كرة للاعب منتخب افريقيا الوسطى، وصل لياسين الصالحي، ياسين الصالحي والكرة تتحول لغاكسا، غاكسا من الطرف الأيمن والحكم الغابوني يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ. إريك أرنولد كاستان حكم مباراة اليوم الذي كان له حديث مطول يوم أمس مع فيفيو مابيدي لاعب منتخب افريقيا الوسطى الذي كان واحدا من هدافي الدوري الغابوني وعدد مهم من المباريات فيفيو مابيدي قاد هذا الحكم. ده ما يعنيش على انه سيتساهل اليوم مع نادي الرجاء، حكم محترف، حكم ينال ثقة الكونفدرالية الافريقية لقيادة مباريات من مستوى عالي في مسابقة دوري ابطال افريقيا. ماسونغو موندلا اللاعب المتألق رفقة منتخب جنوب افريقيا الاقل من 20 سنة في مونديال كأس العالم بمصر سنة 2009، لاعب دولي رفقة منتخب جنوب افريقيا. كرة من خالد العسكري، لعب كرة أمامية في خط الوسط لفريق كايزر تشيفز، تدخل مصطفى بالمقدم. مباراة بعد أخرى، ثقة كبيرة في مؤهلات هذا اللاعب اوساغونا لاعب النيجيري، لاعب اونوغو رانجرز النيجيري المنتقل للرجاء. تتحول كرة للجريمة للرجاء الرياضي. عبد الجليل جبيرة، عبد الجليل جبيرة بشب كرة عبد الجليل، لعبها 1-2 مع ياسين الصالحي، عنده مساحة لتمريرها للطرف الأيسر للرجاء. عادل كروشي، كرة مرفوعة تجاه اوساغونا طويلة شوية، متابعة من هيلاير كوكو، مبعدة في التماس للنسور الخضر للرجاء الرياضي البيضاوي، الفريق الذي أوصل كرة القدم الإفريقية للمرة الثانية لنهائي مونديال كأس العالم للأندية حين واجه بايرن ميونخ في المباراة النهائية. نبقاو مع الواقع، نبقاو مع الحاضر، نبقاو مع اوساغونا، لكن كرة مبعدة من رينيلوي وتدخل الحكم للإعلان عن ضربة خطأ لنادي كايزر تشيفز. فريق الرجاء الذي كان ثاني فريق افريقي وصل لنهائي مونديال كاس العالم للانديه بعد نادي بويسون مازيمبي الذي وصل للنهائي وانهزم امام انتر ميلان الايطالي. كل من بويسون مازيمبي والرجاء يلعبان اليوم في وقت واحد امام فريقين جنوب افريقيين هما نادي كايزر تشيفز ونادي ماميلودي سانداونز. كرة في خط دفاع، إريك ماتو لغاكسا في الجهة اليمنى،
جاكسا مشى بكورته اماميه في الخط الامامي عند إريك ماسانغو ماندلا، والحكم يتدخل للإعلان عن حالة تسلل. حضور جماهيري يقارب 10,000 مناصر في ملعب يسع لأزيد من 50,000 مناصر. هذا ملعب موزيس مابيدا ستاديوم الذي استضاف مجموعة من مباريات مونديال كأس العالم جنوب افريقيا بعد تخلصها من قيود الابارتايد. من مسلسل الميز العنصري استثمرت كثيرا في المجال الرياضي ونظمت كأس العالم في كرة القدم وكأس العالم في الرugby وكأس العالم في الكريكت. نظمت مجموعة من التظاهرات العالمية وهو ما أكسبها تراث رياضي يتمثل في منشآت رياضية من مستوى عالمي. في إفريقيا أبرز دولتين من ناحية البنية التحتية هما جنوب إفريقيا والمغرب، ولا أدل على ذلك الثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الدولي لهذين البلدين لاستضافة تظاهرات رياضية من مستوى عالمي. تصل الكرة في خط الوسط لنادي كايزر تشيفز، حكم يمنح ضربة خطأ. ضربة خطأ لكايزر تشيفز. ماسونغو إعادة التدخل عبد الجليل الجبيرة. مباراة لن تكون سهلة أبدا بعد مضي ثلث ساعة من اللعب. كل شيء ممكن في هذه المباراة. ضربة خطأ يتدخل للإعلان عنها الحكم الجابوني لنادي كايزر تشيفز. تدخل العميد رجل الخبرة محمد الحاج لديه ثقافة المباريات الكبيرة والذي خاض مجموعة من المباريات لرفقة الرجاء ولرفقة المنتخب الوطني. مباراة دولية أولى كانت لمحمد الحاج رفقة المنتخب الوطني، كانت ضد منتخب لا كوت ديفوار بالعاصمة أبيجان، وأوقف حينها المد الجرف للهداف الإيفواري ديديه دروغبا. اليوم يجب أن يقف سدا منيعا أمام ثنائية موندلا ماسونغو وبرنار باركر، وما نسوش أيضا جوستاد لادلا. جوادي سان يدخل اليوم كرسمي. شابالالا وبرنار باركر الثنائي المخيف في نادي كايزر تشيفز بالخصوص في الكرات الثابتة. برنار باركر أم شابالالا، من منهما سيسدد الكرة؟ شابالالا. كرة تسدد مبعدة من دفاع الرجاء، إبعاد الخطورة مرة ثانية. برنار باركر مشت كرة لادلا والحكم يتدخل لينصف دفاع الرجاء ويمنح ضربة خطأ للنسور الخضر. نسور تحن لزمن التتويجات، نسور تحن لأيام الزمن الجميل، نسور تحن لأن تستعيد أمجاد الرجاء التي قادته للتتويج بأول لقب لكأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1989 رفقة المدرب الجزائري رابح سعدان ومساعد حمان جيل محمد مديح وفتحي جمال ومصطفى خلف ومسالك والصديقي الذي تجاوز نادي مولودية وهران بنجوم الأخضر بلومي وماروك وشريف وزاني وتوج بلقب كأس إفريقيا للأندية البطلة. كان ثاني فريق مغربي يتوج بهذا اللقب بعد الكبير العميد نادي الجيش الملكي الذي توج باللقب سنة 1985. كرة من هيلاير كوكو، غيب عليه التوازن في الدقائق الأولى، يبدو مرتبكا خلال الدقائق الأولى. هيلاير كوكو في خط الوسط، رجل الارتكاز فيفيون مابيدي لعب كورتو في الخط الأمامي اتجاه وساغونا لهيلاير كوكو للسلام، إعادة توزيع المهام. هذه الكرة التي يجب أن يلعبها الرجاء في الدقائق الأولى، الكرات القصيرة التي لا يعرف لا مثيلا نادي كايزر تشيفز الفريق الجنوب افريقي. كرة رينيروي مشت كرة للضفة اليسرى اتجاه ضيير الايسر لنادي كايزر تشيفز. تدخل دفاع الرجاء، هجمة مضادة. البحث سيكون عن اوساغونا في الخط الامامي. عندهم لاعبين على مستوى الاطراف، لا عادل كروشي ولا ايضا اللاعب عبد الجليل جبيره، يمكنهم يوجدوا حلول، لكن في ظل تواجد ظهيري خط دفاع من مستوى عالي في نادي كايزر تشيفز. جوزي روماو اكيد انه لن ينصح هذا الثنائي بالصعود كثيرا لمسانده الخط الامامي. عبد الجليل جبيره عنده في جهته تشابالالا، عادل كروشي عنده في جهته لاعب سريع اسمه جاكسا. بالتالي الرجاء سيدبر الدقائق الاولى والجوله الاولى بشكل يخدم مصالحه في مباراه العوده بالمركب الرياضي محمد الخامس. كرة أمامية من الطرف الأيسر، كان خطأ ضد جوادي سان لمصلحة نادي كايزر تشيفز. فريق كايزر تشيفز
يمثل سويتو في الدوري الجنوب افريقي رفقة نادي اورلاندو بايراتس. اورلاندو بايراتس الذي يعتبر اليوم الفريق الجنوب افريقي الوحيد الذي فاز بلقب دوري ابطال افريقيا عام 1995. مشت كرة 1-2 اقرب للحارس خالد العسكري. أندية ماميلودي سان داونز وأجاكس كيب تاون وكذا أورلاندو بايراتس وكايزر تشيفز هي الأندية القوية في الدوري الجنوب أفريقي. ما نساوش نادي بيت فيستفيتس الفريق الحديث النشأة الذي يجاري إيقاع الكبار في الدوري الجنوب أفريقي. مشت كرة جوادي سان لكن التغطية من الدفاع الأوسط لنادي كايزر تشيفز. تيفو ماشامايت يعيد الكرة لخط دفاع يقود بريون كوزوايو. اسم كايزر تشيفز الذي تعود اصوله كايزر واسم كايزر تونغ مؤسس النادي والرئيس السابق لنادي كايزر تشيفز الذي كان يمارس في الدوري الامريكي والذي ساهم في اشعاع هذا النادي في الدوري الجنوب افريقي. اسمه كايزر موتونغ. اما تشيفز فبلغه الزولو المنتشره كثيرا في جنوب افريقيا وفي مجموعه من الدول الافريقيه تعني القادة، تعني أماخودزي، وهي تسمية نادي كايزر تشيفز نادي أماخودزي الشهير في الدوري الجنوب افريقي. لعبت ضربة خطأ من جاكسا، تصل كرة رينيروي يبحث عن شبللا، سدد كورتو وتدخل خالد العسكري. تسديدة شبللا أربكت حسابات خالد العسكري الذي أبعد الخطورة عن المرمى. نسير بهدوء نحو نهاية الجولة الأولى. شبللا اختار خيار التسديد لكن خالد العسكري في المكان والزمان المناسبين لسد الكرة الأخيرة والذي سبق له وأن كان حاضرا في هذا الملعب رفقة المنتخب الوطني الذي تعادل أمام جنوب افريقيا في كأس افريقيا 2013 لما كان المدرب رشيد الطوسي. خالد العسكري كان حارس بديل لنادي المياغي في هذا الملعب في ملعب موزيس مابيدا لما سجل الحافظي في مرمى الحارس ايتو ميلينغ. الكرة مرفوعة مبعدة من اوساغونا الذي يجيد تأدية الأدوار الدفاعية الذي عاد للتغطية وأبعد الخطورة عن مرمى خالد العسكري. أبرز غيابات الرجاء اليوم غياب عبد الإله حافظي. شبللا ضربة زاوية لكايزر تشيفز، كرة مرفوعة وخالد العسكري. باراد ممتاز جدا من خالد العسكري الذي يتألق للمرة الثانية في أقل من 3 دقائق يبعد الخطورة عن مرمى الرجاء من خلال الكرة الثابتة التي تعتبر نقطة من نقاط القوة في نادي كايزر تشيفز. شبللا مرة أخرى ضربة زاوية ثالثة في القائم الأول مبعدة من دفاع الرجاء من محمد الحاج. يلعبون كرات في القائم الأول. تراجع كل لاعبي الرجاء لتأمين الجبهة الدفاعية. حكم الجابوني يلزم أن يكون جادا في التعامل مع أطوار هذه المباراة. كرة لعبت في القائم الأول مرة أخرى خالد العسكري لكن الحكم هذه المرة كان منصفا وتدخل للإعلان عن ضربة خطأ لخالد العسكري. الحكم لا يلزمه أن يتأثر كثيرا بالضغط الجماهيري وبضغط مسؤولين عن كرة القدم الجنوب افريقية. جنوب افريقيا الممثلة بشكل كبير في الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. خالد العسكري هذه من النقاط التي تحسب لتضييع بعض الثواني لمنح الثقة ولاستعادة الهدوء بعد الضغط الكبير لنادي كايزر تشيفز في ال10 دقائق الأخيرة. جوزي روماو المدرب الذي قاد ناديين مغربيين للفوز بالبطولة الوطنية، قاد الغريمين للتتويج باللقب الأغلى وطنيا لقب البطولة. اليوم في تجربة تختلف على المستوى القاري بعد تجاربه بالدوري الكويتي. اليوم يواجه هذا المدرب باكستر المدرب الاسكتلندي الذي تألق رفقة مجموعة من الأندية كلاعب بالخصوص في الدوري السويدي مع أندية هيلسنبورغ ونادي ستوكبوت. لعب أيضا لنادي ساوث ميلبورن بالدوري الأسترالي ودرب نوادي عدة. درب منتخب إنجلترا لأقل من 19 سنة، درب فيسيل كوبي بالدوري الياباني، واليوم يدرب نادي كايزر تشيفز بعد تجربة فاشلة رفقة منتخب فنلندا
يقود اليوم نادي كايزر تشيفز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعدما قادوا للتتويج بلقب الدوري المحلي بالدوري الممتاز. جوادي سان فارق المهارة قد يلعب دورا هاما في هذه المباراة. جوادي سان الذي سجل هدفا أو ساهم في تمرير هدف لفيفيون مابيدي أمام نادي شياطين السود الكونغولي. نرغب أن يكون ياسين الصالحي اليوم في قمة عطائه للمساهمة في إيصال كرات لرفاقه في الخط الهجومي. كرة من شابالا تجاه برنارد باركور، تغطية في خط الوسط هيلاير كوكو، تعود الكرة من محمد علي بمعمر للاعبي خط الدفاع. مصطفى بن مقدم، جوادي سان لفيفيون مابيدي ينتظر الدعم، ينتظر المساندة، ينتظر ياسين الصالحي. كرة ممتازة، هذه اللقطة اللي كنا نتسناوها شوية، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان. جوادي سان يسدد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس بريون كوزوايو. واحدة من الكرات الجميلة من صناعة الرجوية. باكستر يتابع هذه المباراة فيما جوزي روماو في لقطة اعتاد عليه هذا المدرب البرتغالي الذي يرغب اليوم في أن يقطع شوطا هاما في مشواره كمدرب وأن يقود الرجاء على الأقل لدوري عن الحدث الافريقي على مستوى الانديه، على مستوى مسابقه دوري ابطال افريقيا. اخر نادي مغربي لعب المباراه النهائيه والوداد امام الترجي الرياضي التونسي. قبل عام 2002 الرجاء كان خسر نهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك المصري بهدف غادر لطاهر عبد الحميد. يعني بعد المباراة التاريخية، المباراة الاسطورية امام سيكا بيجون في الدور النصف النهائي في اجواء ماطرة وفي ارضية لا تصلح لممارسة كرة القدم. النصف النهائي في اجواء ماطرة وفي ارضية لا تصلح لممارسة كرة القدم. تمكن الرجاء من تجاوز اسيك وفاز عليه برباعية. جوادي سان يلزم الحذر من الحكم الجابوني. عادة الحكام الافارقة مقدورهم تغيير مسار المباراة في اي لحظة، بالتالي لازم الابتعاد على كل التصرفات اللي بامكانها ان تمنح فرصة لهذا الحكم الجابوني الذي يدبر دقائق الجولة الأولى بحكمة، ونتمنى أن تتواصل هذه الحكمة فيما تبقى من دقائق خلال هذه المباراة. تسير الكرة في خط الوسط للفريق الجنوب افريقي. رينيلوي لعب كرته اماميه برنارد باركر، حضر كرته للطرف الايسر. كرة اماميه تجاه شابالالا، ضربة مرمى للحارس خالد العسكري. نصف ساعة أولى، النتيجة يا سادة أمامكم، هدف للصفر بملعب موزيس مابيدا ستاديوم بدوربان الجنوب افريقيا. كل الطقوس مهيئة لتألق الرجاء في هذه المباراة، يحقق الأهم ويتقدم في النتيجة بهدف للصفر، وبإمكانه أن يسجل أهدافا أخرى. لعيب في اللاعبين المغاربة وهو ما كيكونوش واثقين من إمكانياتهم من قدراتهم. نحن لا نلعب اليوم امام ريال مدريد او اف سي برشلونه، نلعب امام نادي يمثل كره القدم الافريقيه، نادي يمثل كره القدم بجنوب افريقيا التي لا تتالق على مستوى الانديه منذ زمان بعيد، وبامكان الرجاء ان يقدم اليوم صوره مشرفه عن كره القدم الوطنيه. جوادي سان الغزال الاسمر ينطلق وحيدا من الطرف الايمن، وتدخل المدافع الاوسط ماشا مايتيفا يضع حدا للجرأة الهجومية لجوادي سان. كرة في خط الوسط، رينيلوي كرة أمامية تجاه المهاجم جو ستاد لاتلا في التماس للنسور الخضر. عادل كروشي لم نراه كثيرا يؤدي الأدوار الهجومية خلال هذه المباراة. التعليمات كانت واضحة من جوزي روماو على مستوى الأطراف. الفريق الجنوب افريقي فريق قوي، بالتالي يأمر لا عبد الجليل جبيرة ولا عادل الكروشي بالحذر، كل الحذر، وضع حد لجرأة شابالالا ودافيد زولو. ربع ساعة أخيرة من الجولة الأولى، نتيجة هدف لصفر، ودخول الطاقم المسعف للرجاء لإسعاف جوادي سان، لاعب القادم من الوداد البيضاوي الذي ينال ثقة جوزي روماو في الخط الهجومي. جوادي سان اللي عنده لاعبين في بنك البدلاء ممكن نشوفوهم خلال الجولة الثانية كيوسف دقناوي وحمزة بورزوق
يمنح الثقة اليوم لنور الدين باسكار المدافع الأوسط الذي يعتبر من اللاعبين الصاعدين في مدرسة الرجاء البيضاوي. نور الدين باسكار لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يدخل اليوم ضمن حسابات المدرب جوزي روماو، يتواجد في بنك البدلاء. الرجاء طالما قدم لاعبين كبار على مستوى خط الدفاع، ذكروا عبد الاله فهمي وعبد اللطيف جريندو يوسف روسي ولاعبين كتور تألقوا رفقة الرجاء في الجبهة الدفاعية. الناشئ الآخر من المدافعين مصطفى بن المقدم ونور الدين باسكار في انتظار عودة عمر بوطيب الظهير الأيمن، وفي انتظار عودة لاعبين من قيمة جريندو لتألق رفقة الرجاء الرياضي. كرة في خطر وسط تصل عادل كروشي، عادل كروشي بصعوده ممكن انه يمنح كرات تساوي الكثير في هذه المباراة. ياسين الصالحي استلام الكرة من هيلاير كوكو، فيفيو مابيدي، مابيدي الجواديسان تتحول الكرة الضائعة في خط الوسط قد تكون وبالا، قد تكون مصدرا للخطورة لنادي كايزر تشيفز. خروج الحارس خالد العسكري، خالد العسكري الذي يتمنى مناصرو الرجاء أن يعمر طويلا رفقة النسور الخضر، والذي مدد عقده والذي سيمضي سنوات أخرى رفقة الرجاء لكي يذكر جماهير النسور في حارس كبير اسمه مصطفى الشادلي، الحارس الذي كان سببا في تتويج الرجاء بلقب بطولة إفريقيا سنة 1999 امام الترجي الرياضي التونسي بالملعب الاولمبي بالمنزه، رفقه اوسكار فيلون، رفقه الحكم الشهير السيء الذكر دوارتي، الحكم القادم من راس الاخضر الذي كان بامكانه ان يتسبب في مجزره تحكيميه يكون ضحيتها فريق الرجاء الرياضي الذي تحلى بشخصيه الفريق الكبير الفريق العريق، وتمكن من تجاوز نادي الترجي الرياضي التونسي. الفوكس بوبولي صوت الشعب تمكن حينها من تجاوز الترجي والتتويج بلقب آخر لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. رجاء عنده قصص مثيرة في هذه المسابقة الغالية، ومن كان أول متوج بلقبها عام 1997 مع جيل كان يضم مصطفى الشادلي وفهمي وريمي الزيتوني واللاعب الجابوني جوناس أوغانداغا ورضا الرياحي، لما فاز على نادي جولدفيلدز بهدف ل0 بالدار البيضاء وخسر امامه بهدف ل0 بمدينه اوبواسي الغانيه. ضربات الترجيحيه انصفته ومنحته لقبا اخر. مشت كره لرجاء، ياسين الصالحي يمرر الكره وتدخل دفاع كايزر تشيفز. مشت كره تغطيه من هيلاير كوكو امام برنار باركر، تعود الكره محمد الحاج، محمد الحاج تمرير الكره في خط الوسط للاعب فيفيون مابيدي، فيفيون مابيدي عبد الجليل الجبيرة، تصل الكرة لفيفيون مابيدي يضع في حساباته اليوم هدف آخر قد يكون ثمينا أمام كايزر تشيفز. كرة في خط الدفاع محمد الحاج، وصل كورته مصطفى بالمقدم. الرجاء نعم يقبل اللعب برغم من أنه نسبة احتكار الكرة هي 68% للرجاء أمام نادي كايزر تشيفز. هل هي إحصائية دقيقة أو لا؟ لا، هذه الإحصائية هي 52% نسبة احتكار الكرة في الشوط الأول لنادي كايزر تشيفز مقابل 48% للرجاء الرياضي البيضاوي في الشوط الأول من هذه المباراة في 36 دقيقة بالضبط. تلعبت الكرة للرجاء أمامية، لولا خروج الحارس بريون كوزوايو لكان فيفيون بابيدي امام طريق معبد لتسجيل هدف ثاني في مرمى كايزر تشيفز. كوزوايو يدرك تمام الادراك انه يلعب اليوم امام النسور القادره على التحليق في هذا الملعب، ولما لا تسجيل هدف اخر، ولما لا هدف ثالث. هذه مجرد اماني، الواقع شيء اخر. يلزم على رجاء ان يتحلى بالواقعيه الكافيه لاستثمار كل الكرات التي تتاح له او نسبه محترمه من الكرات التي ستتاح له في هذه المباراه امام نادي كايزر تشيفز. صعود اوساغونا، محمد الحاج، محمد علي بومعمر، من منهم سيتكفل بوضع الكره في مرمى الحارس الجنوب افريقي الذي يبعد الكره والذي يبدو مرتبكا من خلال الكرات التي توصل بها. كاين مشكله على مستوى التواصل ما بين محور خط الدفاع وحارس المرمى كوزوايو، واللي شفناه في 3 و4 كرات اتيحت للرجاء خلال الجوله الاولى. يلزم استثمار هذه النقطه. كوزوايو الذي يعوض الحارس الرسمي إيتو مالين كوني، الحارس الرسمي لمنتخب جنوب افريقيا
الذي يغيب بشكل غير منتظر عن هذه المباراة. عادل الكروشي، كرة مرفوعة في يد الحارس الجنوب افريقي. الحكم يتدخل اعلان عن ضربة خطأ. ما كاينش كونتاكت تماما، ما كاينش كونتاكت تماما في الكرة الأخيرة، والإعادة ستؤكد ذلك. الإعادة ستؤكد ذلك. كوزوايو خرج لوحده، ضاعت منه الكرة. يا سيدي الحكم، كيف لك أن تتدخل وتعلن عن ضربة خطأ ولم يكن هناك أي تواصل بتاتا ما بين أوساغونا والحارس كوزوايو قبل تضييعه للكرة، والإعادة توضح ذلك. أوساغونا مشات كرة الكايزر تشيفز. 7 دقائق عن نهاية الجولة الأولى. الرجاء يدخل في المباراة تدريجيا برغم أنه سجل هدف في الدقائق الأولى، لكن كان أمام ضغط رهيب لنادي كايزر تشيفز، لكن ضغط لا يستثمر بشكل جيد ولم يصل لدرجة تشكيل الخطورة على مرمى الحارس خالد العسكري. رينيلوي، باركر، رينيلوي، تعود الكرة مع سيليلا. مشات من رينيلوي للظهير الايسر اريك ماتو. كرة لنادي كايزر تشيفز الذي يرغب في الوصول لمرمى الحارس خالد العسكري قبل صافرة الختم التي ستعلن عن نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة. كرة تسدد، خروج خالد العسكري. خلوه لوحده، ما لازمش نخليو لاعبي الفريق الجنوب افريقي لوحدهم في الخط الامامي، لانهم يتوفرون على امكانيات جيدة قد تستثمر في اي لحظة، برغم من انه يغيب عنهم. هذه كرة ماسونغو الذي يعوض غائب اخر عن هذه المباراة، الهداف الزيمبابوي ماتوي روسيكي، لاعب منتخب زيمبابوي، اللاعب الذي سجل امام الفريق البوتسواني في الدور التمهيدي، يغيب عن هذه المباراة بسبب الإصابة. ضربة مرمى لخالد العسكري، هدف 0. نتيجة الجولة الأولى في انتظار أن ترتفع الغلة والغنائم كثيرة في هذه المباراة. الغنائم تطل علينا من جنوب افريقيا، والرجاء بامكانه اليوم ان يعود باكبر الغنائم، وهو انتصار ثمين وبهدف قد تساعده على مجاراة مباراة العودة بهدوء والتأهل للدور المقبل لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزائري للإطلال على دور المجموعتين من دوري أبطال افريقيا. وكم هو الحنين يجرنا لمتابعة الأندية الوطنية في مسابقة دوري أبطال افريقيا وهي تتألق. كرة من ماسيليلا، عودة شابالالا، كرة أمامية، وخروج خالد العسكري. خروج خالد العسكري في الكرة الأخيرة أمام جو ستاد لادلا. جو ستاد لادلا اللي مشى لوحده في الخط الأمامي، كان متسلل، لا غبار عليها الكرة الأخيرة. دلادلا يعوض ماتوي روسيكي، فيما المدافع الأوغندي إيفان بوكينغا يلازم بنك البدلاء. مجموعة من التغييرات اليوم لستوارت باكستر قد يدفع ثمنها غاليا أمام الرجاء إن استثمر النسور الفرص التي ستتاح لهم على مدار دقائق هذه المواجهة. حقه الهام وسجلوا هدفا ثمينا بدوربان. أوساغونا المهاجم النيجيري. هذه مباريات أوساغونا، الطريقة اللي كيلعب بها الرجاء في البطولة الوطنية، كرات قصيرة لا تساعد على إبراز قدرات أوساغونا الذي يحتاج للكرات الطويلة، ياخذ راحته، لاعب يمتاز بالسرعة، لاعب عنده حس تهديفي، وبالتالي الأسلوب الذي يلعب به الرجاء اليوم قد يساعد في منح مساحة أخرى من التألق لهذا المهاجم النيجيري أوساغونا. كرة تصل لكايزر تشيفز، مبقى إلا القليل عن نهاية الجولة الأولى. خالد العسكري ابن ميسور الذي يتألق رفقة الرجاء بعدما تألق رفقة الجيش الملكي، لكن ما حققه رفقة الرجاء لم يحققه رفقة كل الأندية التي لعب لها، للجيش الملكي ولا شباب الريف الحسيمي، الحارس الذي تألق في مونديال كأس العالم للأندية. وملاعب أكادير ومراكش تشهد على تألق هذا الحارس أمام أتلتيكو مينيرو وأمام ممثل المكسيك، وتألق أمام بايرن ميونخ رغم استقباله لهدفين. اليوم يود أن يقود هذه المغامرة التي أتمنى شخصيا أن تكون مغامرة جميلة في دوري أبطال إفريقيا. أتمنى أن تكون مغامرة أخرى لا تقل جمالية لنادي المغرب الرياضي التطواني. البداية تقوده لمواجهة فريق نيجيري اسمه كانو بيلارز. تم تأجيل المباراة لأسبوع آخر، لكن المغرب التطواني بإمكانه هو الآخر أن يتألق في هذه المسابقة القارية
كما فعل في يوم من الأيام الأهلي والزمالك لما تأهل معا لدوري المجموعتين، وفعل الترجي والنجم الرياضي الساحلي، وفعلت أندية أخرى كفيتا كلوب وتوبليسون مازيمبي على مستوى الدوري الكونغولي، بمقدور الناديين المغربيين التألق على المستوى القاري، ولما لا منح لقب آخر لكرة القدم المغربية لو تمكن في يوم من الأيام من تحقيق هذا اللقب. فيومئذ بإمكاننا القول وبإمكاننا الجزم على أن كرة القدم المغربية بخير. الرجاء والمغرب التطواني والفتح الرباطي الذي تجاوز آي سبور توغو نادي الميناء البحري الطوغولي الذي يمارس بالعاصمة لومي يوم أمس بثلاثية. هذه كرة مرفوعة لكايزر تشيفز. خروج خالد العسكري يمنح الثقة الكافية لزملائه في خط الدفاع بالخصوص مصطفى بالمقدم. لو كان هناك تخوف في مباراة اليوم هو من مصطفى بالمقدم، ماشي لأنه ما عندوش إمكانيات جيدة لكن نقصه شوية الخبرة، لكن خلال الجولة الأولى يؤكد أنه معدن أصيل في دفاع الرجاء. هذا مصطفى بالمقدم. مشات كرة لرينيلوي باركور 1-2 تصل لخالد العسكري. كايزر تشيفز ما ضبطش اموره خلال الجوله الاولى. ثنائيه ماسيليلا ورينيلوي وباكستر يتحاور مع لاعبي بنك البدلاء، وكانه يود ان يوصل رساله لبوكينغا الذي يبدو محتارا، يضع يده على خده. المدافع الاوغندي قائد المنتخب الاوغندي وقائد سابق لدفاع نادي كايزر تشيفز يتواجد اليوم في بنك البدلاء. مشات كرة من جديد لكايزر تشيفز وساغونا. كرة في التماس. عودة ياسين الصرحي اللاعب المقنع بعدما أصيب بكسر في فترة سابقة. يضع هذا الواقي على مستوى الوجه ويلعب هذه المباراة رفقة الرجاء الذي يعول كثيرا على خبرة ياسين الصرحي في المباريات الكبيرة. مشات كرة لكايزر تشيفز. هذه فترة مواتية لتسجيل هدف ثاني للرجاء امام كايزر تشيفز. رينيلوي رقم 6 لاعب الارتكاز رفقة ماسيليلا في خط وسط كايزر تشيفز. مشات كرة عند فيفيون مابيدي. فيفيون مابيدي وصل كورتو في خط الوسط. مشات كرة امامية وساغونا كانت عرقلة من طرف المدافع دافيد زولا. دقيقة وحيدة كوقت بدل ضائع. دقيقة وحيدة وبعدها ستكون الصافرة الختامية للحكم الجابوني إريك أرنولد كاستان، معلنا عن نهاية الفصل الأول في هذه المباراة بمكتسب الهدف الذي يساوي ذهبا. عادل كروشي والكرة في التماس للرجاء. الحكم يقول لكايزر تشيفز كرة من جاكسا اتجاه رينيلوي والحكم يعلن عن ضربة خطأ للرينيلوي ليتشو. مشات كرة آخر محاولات كايزر تشيفز الهجمة مضادة. هذه إمكانية للرجاء الرياضي من الطرف الأيسر. مشات كرة ياسين الصرحية ياسين والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة خطأ للرجاء على بعد ثواني فقط عن نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة بين كايزر تشيفز والرجاء الرياضي البيضاوي في مباراة تم بذل مجهودات كبيرة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لتأمين نقلها من هناك من ديربان، والحكم يعلن عن صافرة النهاية بهدف ثمين لرجاء سجله نيجيري أوساغونا خلال الجولة الأولى. سالم المحمودي وسمير بن شقرون، هل المدرب ستيوار باكستر قد يدفعان أو قد يدفع ثمن تغييره للتشكيل بالمقارنة مع آخر المباريات التي أجراها الفريق في الدوري المحلي؟ وهل بمقدور الرجاء تسجيل أهداف أخرى؟ هذه كل تساؤلات. إلى أجدد الوصال معكم جمهورنا الكريم لمتابعة الجولة الثانية من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والرجاء الرياضي البيضاوي. مباراة الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا التي تقام بملعب موزيس مابيدا بمدينة دوربان الجنوب أفريقية. تابعنا الجولة الأولى التي انتهت بهدف لصفر، هدف اللاعب النيجيري إيغودارو كريستيان أوساغونا 24 سنة. مهاجم الرجاء تمكن من الوصول لمرمى الحارس بريون كوزوايو. الرجاء مطالب خلال الجولة الثانية بمواصلة السير على نفس المقامات الفنية ولما لا تسجيل أهداف أخرى تضاعف الثقة لدى اللاعبين لدى المجموعة التي تقدم إشارات إيجابية في هذه المباراة رفقة قائدها البرتغالي جوزي روماو براتاس.
كايزر تشيفز كان مرتبكا خلال الجولة الأولى بالرغم من أنه هدد في أكثر من كرة مرمى الحارس خالد العسكري لكن من دون فعالية. نتمنى بكل أمانة أن يواصل على نفس الإيقاعات ونحن نتابع تشكيل الفريق الجنوب أفريقي الذي لم تطرأ عليه أي تغييرات. بقاء مفاجئ لجوستاد لادلا المهاجم الذي يلعب على مستوى الخط الأمامي، 35 سنة جوستاد لادلا، وسيلعب الجولة الثانية أيضا الباك رايت الجناح الأيمن لنادي كايزر تشيفز. ينال ثقة المدرب ستوارت باكستر. رينيلوي اليد الواحدة لا تصفق ولم يكن بإمكانها أن تقدم أي شيء لناديها خلال الجولة الأولى. سننتظر ردة فعل جوزي رومان براتاس. هل سيحتفظ بنفس التشكيل؟ هل يبدو مقتنعا بشكل كبير بمؤهلات الفريق خلال الجولة الأولى أم أنه سيلجأ إلى إجراء تغييرات؟ لا أظن هذا أمر مستبعد. سيضع ثقة في المجموعة التي تقدم ما عليها في هذه المباراة. هذه كرة تصل لرينيلوي الذي سيبحث عن التسديد. شابالالا، برنار باركر، وصل كورتو للجهة تسيبو ماسيليلا لكن كرة مبعدة من جوادي سن. كرة تسيبو ماسيليلا الجناح الأيسر لنادي كايزر تشيفز. تسيبو ماسيليلا ضير الأيسر 29 سنة. جوادي سن كما قال الزملاء في البلاطو التحليلي يقدم مباراة جيدة على المستوى الدفاعي، تأدية الأدوار الدفاعية لا هو ولا أوساغونا ولا حتى ياسين الصالحي، ما يحد كثيرا من خطورة كايزر تشيفز. كرة تصل من الطرف الأيسر. تشابالالا كرة مبعدة من مصطفى بالمقدم لجوادي سن، لعب كرة بهدوء لعب بشلي جبيرة، مازال الكرة رجوية، يتدخل المدافع الأوسط لنادي كايزر تشيفز لكن كرة مبعدة في الأخير كان دافيد زولو وراء الكرة الأخيرة. تصل الكرة من جديد لسيبونيس وكاكسا مبعدة الكرة بالخطأ من محمد الحاج، تتحول من جديد للنصور الخضر. شابالالا كرة عرضية والمتابعة من عادل الكروشي رجل الثقة، الرجل الذي كل ما يزداد في السن كل ما يزداد عطاء. أوساغونا معذبهم، كرة تسدد، تضيع الكرة. لم يعذب فريق كايزر تشيفز في هذه الكرة. اللاعب النيجيري إيغودارو كريستيان أوساغونا إيغودارو لم يكن غدارا بنادي كايزر تشيفز وبدفاع الفريق الجنوب افريقي. هذه الجرينتا، هذا هو الحماس المطلوب من جوزي رومان براتاس. هذه الكرة التي يحبها هذا المهاجم النيجيري إيغودارو كريستيان أوساغونا ابن ايدو ستيت بنيجيريا، اللاعب الذي لعب مباراته الدولية الأولى أمام منتخب جنوب افريقيا، نعم، في تصفية كأس افريقيا 2015. نودي عليه لمواجهة منتخب جنوب افريقيا وهو اليوم يعود مرة أخرى لجنوب افريقيا لكن رفقة النسور الخضر، رفقة رجاء البيضاوي. إيغودارو ضيع فرصة سيندم عليها كثيرا لأنه يضيع فرصة الارتقاء في صبورة الهدافين في مسابقة دوري أبطال افريقيا. الكرة والخشونة التي تعرض لها جوادي سان، رغم ذلك وصل المباراة. أمامية لكايزر تشيفز مبعدة من خط الدفاع. فياني مابيدي وصل كورته محمد علي بمعمر، لعب كرة طويلة عادل كروشي، 1-2 مع محمد علي هذا ياسين الصالحي لعب كورته، ما كانش تفاهم، ما كانش تواصل إيجابي ما بين اللاعبين وتضيع الفرصة. تصل للحارس بريون كوزوايو رقم 25 ياسين الصالحي. أتمنى أن يزيل عنه قناع التواضع في المباريات الأخيرة وأن يستعيد ذلك المعدن الأصيل، ذلك اللاعب الذي كنا نستمتع جميعا برؤيته وهو يداعب الكرة. لاعب ياسين الصالحي، اللاعب الذي تألق على مستوى كرة القدم الشاطئية في فترة سابقة رفقة مصطفى الحداوي الذي غادر هذه المدينة مدينة دوربان قبل أيام بعدما شارك في دورة دولية ودية في كرة القدم الشاطئية رفقة المنتخب الوطني طموح. برنار ميلفين باركر الذي فشل في تجاوز اختبار في بداية مشواره رفقة نادي ليتشيا فارسوفيا البولندي لما كان لاعب للتاندر وايا زولو بمدينة دوربان بهذه المدينة، وابن هذه المدينة
بعد أن انتقل للعب رفقة النجم الأحمر ببلغراد، وبعدها 20 وبعدها أجمل للرجاء، وبعد هذه فرصة جوادي سن لازم يفتح اللعب للطرف الأيسر، لكن هناك خشونة وهناك خطأ بإشارة من الحكم الجابوني إريك أرنولد كاستان. كرة جوادي سن قد يمنح جوزي روما حرية أكبر خلال الجولة الثانية. مقدورنا نشوفوا الوادي ونشوفوا لاعبين اخرين خلال هذه الجوله. تلعبت الكره مازال ما خرجتش للرجاء. عادل كروشي نتمنى تجي كره ثابته، ضربه خطا ما بعيداش على مرمى الحارس الجنوب افريقي. كره اماميه للرجاء البيضاوي. ياسين الصالحي مرر كورته ناقصه شويه، مشات هجمه مضاده. هذه كرات ممكن تمنح فرص لرفاق برنار باركر. تلعبت الكره من الطرف الايمن عند اللاعب الكبير في السن، لكن عطاؤه ممكن ان يكبر في هذه المباراه. تصل كره لجواد يسان كورته ممتاز جواد ما كاينش تسلل. الحكم يرفع الرايه ويعلن عن حاله تسلل ضد فيفيون مابيدي كان متسللا في الكره الاخيره باشاره من الحكم. هنا الاعاده ما كاينش تسلل تماما في الكره الاخيره. معليش هذه امور اعتدنا عليها في المباريات التي تجرى في القاره الافريقيه. يجب ان نتعامل مع هذا الواقع. مشات كره لكايزر تشيفز، جديد كايزر تشيفز خلال الجوله الثانيه. كره رينيلوي حاول تمرير تشابالالا، وصل كورتو برنار باركر جا اليمنى كايزر تشيفز يبحثون عن التسديد. يمرر الكره لكاكسا الذي يصعد من الجهه اليمنى. كره مرفوعه، ما تخليوش لوحده في الكره الاخيره. كان بالامكان ان يكون هدف في هذه المباراه، كان بالامكان ان يكون هدف التعادل في الكره الاخيره التي مررها كاكسا. إريك ماتو كان بامكانه او هذا جوستاد لادلا واللي سدد الكره الاخيره. كورته ما مشاتش بعيد بزاف على مرمى الحارس خالد العسكري. ستوارت باكستر يضع ثقة في نفس المجموعة. رينيلوي اتجاه تشابالالا تغطية من دفاع رجاء مصطفى بن مقدم. إلاير كوكو يتحمل ثقل هذه المباراة في خط الوسط، يقوم بعمل كبير بعدما افتقد التركيز في الدقائق الأولى. كرة تشابالالا حذاري والمقاتل عادل كروشي منقذ في هذه المباراة، والحكم لحسن حظنا انه يتدخل ليمنح ضربة خطأ لفريق الرجاء الرياضي. وعادل كروشي سيدين له جمهور الرجاء الكثير في هذه المباراة، لأنه غامر، لأنه استأسد، لأنه ضحى بكل شيء لإبعاد كرة كانت في طريقها لمرمى الحارس خالد العسكري. مصطفى بن مقدم ومحمد الحاج اتمنوا يحافظوا على تركيزهم خلال الجولة الثانية. أن كرة عادل كروشي في المرة الأولى وفي المرة الثانية تدخل لإبعاد الكرة أمام برنار باركر. أصعب كرة وأصعب اللحظات خلال الجولة الثانية بعد صعود المميز تشابالالا في الكرة الأخيرة. تشابالالا لاعب سريع على الجناح الأيسر لنادي كايزر تشيفز، أول لاعب يسجل في مونديال كأس العالم نظم في القارة الإفريقية، أول لاعب في التاريخ يسجل هدفا في إفريقيا في مسابقة كأس العالم ضد المكسيك. هذا اللاعب تشابالالا من مواليد العام 1984. مشات كرة من الجهة اليمنى، تدخل محمد الحاج، إبعاد الكرة في التماس 10 دقائق الأولى. يسجل أوساكونا الهدف، لكن الرجاء قد تغير حاله في الدقائق التي تبعت تضييع هذا الهدف. لازم الحفاظ على التركيز إلى غاية الصفرة النهائية. موليكا سيبو ماسيليلا، مشات كرة من تشابالالا مبعدة للجهة اليمنى، متابعة من دفاع كايزر تشيفز، مساندة مطلقة لجماهير كايزر تشيفز في ملعب موزيس مابيدا. روج خالد العسكري رجل الأمان في خط دفاع الرجاء. خالد العسكري
طقوس إفريقية خالصة. الفوفوزيلا حاضرة في مدرجات ملعب موزيس مابيدا. الفوفوزيلا جزء من الثقافة الجنوب إفريقية التي سوق لها كما يجب في مونديال كأس العالم. محمد علي بمعمر بعد رحيل عصام الراقي، الرحيل الذي خلف اثرا كبيرا على دفاع الرجاء الرياضي. مع قدوم محمد علي بمعمر تدريجيا ممكن ياخذ مكانة عصام الراقي، يجيد في تأدية هذا الدور الذي كان يقوم به عصام الذي انتقل للدوري السعودي لكرة القدم. تحصيل الكرة من جديد لكايزر تشيفز الذي يحتكر المباراة طولا وعرضا، هو من يضغط باستثناء المحاولة التي اتيحت لكودارو كريستيان اوساغونا. ما شفناش فرص للرجاء خلال الجولة الثانية. نلعب الدقيقة 57. لتصحيح فقط عصام الرقية الذي انتقل للدوري الإماراتي لتصحيح المعلومة لكرة لكايزر تشيفز مبعدة في المحور، تعود من جديد لماسيليلا تبع من شبلالا، لكن ابعاد الكرة من اللاعب فيفيون مابيدي مشات كرة هجمة مضادة. ياسين الصالحي الحاضر الغائب خلال الجولة الثانية. مشات كرة في التماس. الجمهور يدفع بنادي كايزر تشيفز لتقديم افضل ما لديه في هذه المباراة. ما يقارب 12000 مناصر بالموزيس مابيدا ستاديوم. موزيس مابيدا زعيم سياسي تاريخي في تاريخ جنوب افريقيا. جنوب افريقيا التي ودعت قبل اشهر الزعيم التاريخي والمناضل الذي ناضل من اجل التخلص من قيود الابارتايد نيلسون مانديلا، الذي يحمل اسمه ملعب نيلسون مانديلا بي. ضربة خطأ وراء شبلالا في تنفيذ ضربة خطأ لكايزر تشيفز. خالد العسكري محافظ على تركيزه. تلعبت الكرة مبعدة من محمد علي بمعمر. الهجمات المضادة لو استثمرت قد تساعد الرجاء على تسجيل أهداف أخرى. البعض يقول أنه هذا وقت يوسف القناوي وعبد الكبير الوادي للدخول لاستثمار الهجمات المضادة ولاستثمار المساحات الشاغرة في خط دار الفريق الجنوب افريقي الذي يصعد للخط الامامي ويترك مساحات كثيره في خط دفاعه قد تستثمر في اي لحظه من طرف لاعب سريع، من طرف لاعب عنده السرعه لاستغلال الفرص. مشات الكره لفيفيو مابيدي ياسين الصالحي يلعب كرة عادل كروشي يلعبها كيف ما جاتو مشات لعادل كروشي لازم يحافظ على الكرة ممتاز الكرة، والحكم يتدخل اعلان عن ضربة خطأ وإشارة بطاقة صفراء في وجه اللاعب عادل كروشي. ما كان سند وما كانش الدعم في الكرة الأخيرة. تضيع الفرصة عن فريق الرجاء. الإعادة الكرة عادل كروشي. أول بطاقة صفراء في المباراة ينالها المدافع الأيسر عادل كروشي. لعبت كرة أمامية مشات لكايزر تشيفز في خط دفاع. ماشاماي تيفو ودافيد زولو في راحة تامة خلال الجولة الثانية. مشات الكرة لإيريك ماتو بالراس. تعود الكرة إلى إيركوكو جواد إيسان يبعد الكرة تجاه فيفيو مابيدي مع في التغطية المدافع الجنوب افريقي، والحكم يعلن عن ضربة خطأ لمصلحة الرجاء. نقطة تحسب لإيريك أرلاند كاستان الحكم الجابوني بعد تدخل ماشامايت 1984 تاريخ ميلاده. جوزي روماو براتاس ما يخالج فكر هذا المدرب
وهدف ثاني لكي تزداد المباراة سهولة. مباراة العودة بالمركب الرياضي محمد الخامس، هذه مجرد محطة في مشوار ال1000 ميل الذي ينطلق من هنا من دوربان، وقد يصل بالرجاء ذلك ما نتمنى لأدوار متقدمة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، المسابقة التي احتكرتها أندية من قيمة بيسون مازيمبي والأهلي المصري ونادي وفاق سطيف المتوج باللقب الأخير لهذه المسابقة، مسابقة دوري أبطال إفريقيا. نتمنى نشوفوا نادي مغربي هذا الموسم يتوج بلقب. الرجاء والمغرب التطواني المأمورية كبيرة ملقاة على عاتق، ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق هذين الناديين اللذان يدربهما كل من جوزي رومان براتاس والمدرب الإسباني الذي يقود نادي المغرب التطواني في أول اختبار أمام كانو بيلارس من نيجيريا. تلعبت الكرة من الطرف الأيمن، عادل كروشي في المتابعة. مجرد أن يلمس هذا المدافع الكرة تشعر بالثقة وتحس بالثقة. عادل كروشي واحد من افضل لاعبي الجهه اليسرى في السنوات الاخيره في البطوله الوطنيه، انضباط عالي وامكانيات فنيه جد محترمه. رينيلوي عاد كورتو للطرف الايسر، ماسي للعب، تغطيه للرجاء، تعود في خط الدفاع الى ايركوكو. عم تجري جبيره كره ضائعه، تراجع 11 لاعب من لاعبي الرجاء. حان الوقت لادخال ربما لاعب بكاريزما امكانيات يوسف القناوي عبد الكبير الوادي. خطا ضد مدرب كريستيان موساغونا، لاعب المعتاد على طقوس الكره الافريقيه والذي شارك في مسابقه دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه رفقه انوغو رانجرز النيجيري، وكان لعب ايضا لشوتينغ ستارز، والبدايات كانت بفوز باراكو، سجل اهداف كثيره بالدوري النيجيري. هذا اللاعب كريستيان موساغونا 24 سنه فقط، أذاق المرارة لهذا الرجل، لهذا المدرب الاسكتلندي باكستر. مشات كرة جواد عم تجري جبيرة، حكم يتدخل إعلان عن ضربة خطأ وينذر تشابالالا، إنذار للاعب تشابالالا بطاقة صفراء للجناح الأيسر لنادي كايزر تشيفز. الرجاء لما يتخطى نادي جنوب افريقيا يصل للمباراة النهائية ويفوز باللقب، وهذا ما حدث سنة 1997 لما وضعته قرعة دوري المجموعات أمام اليو الجزائري والبريميرو أغوستو من أنغولا، والفريق الرابع الذي هزمه الرجاء ذهابا وإيابا ونادي أورلاندو بايراتس الغريم التقليدي لنادي كايزر تشيفز. وبعدها وصل الرجاء للمباراة النهائية وتوج باللقب بقيادة المدرب وحيد اليوتسيتش الذي وقع عقدا لتدريب المنتخب الياباني. وحيد اليوتسيتش الرجل الذي قاد الجزائر في مونديال كاس العالم لبلوغ الدور الثاني، وهو من يبحث عن قيادة اليابان لمونديال كاس العالم بروسيا. كان خطأ ضد رينيلوي، ليتشو من محمد علي بمعمر. 65 دقيقة، سيفوي تشابالالا ينال البطاقة الصفراء الأولى لنادي كايزر تشيفز. هذه كرة صعبة 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 لحسن حظنا ولسوء حظهم أن هذه الكرة ضاعت وبهذه البشاعة لنادي كايزر تشيفز. كايزر تشيفز يضيع فرصة لو سجلت من طرف اللاعب الذي يبلغ من العمر 35 سنة جو ستاد لادلا يضيع فرصة كانت متاحة لكايزر تشيفز لتسجيل هدف التعادل. مستغلا التقدم النسبي لخالد العسكري، لعب له كرة على المقاس لكن الكرة تذهب بعيدا عن خالد العسكري. تمريرة من اللاعب برنار ميلفين باركر 28 سنة. برنار باركر، هذه كرة مرفوعة مبعدة من محمد الحاج ياسين صالحي. الرجاء الذي قطع آلاف الكيلومترات للوصول لدوربان عبر رحلة قادته للإمارات العربية المتحدة وبعدها إلى دوربان بجنوب إفريقيا. ورفع خط الوسط إلى إيركوكو استلام الكرة من جواد إيسان، يبحث عن أوساغونا، فضل تمريرة لفيفيو مابيدي، ما وصلتلوش الكرة، ما زالت الإمكانية إلى رجاء والحكم يتدخل لإعلان عن ضربة خطأ وإنذار لمحمد علي بمعمر. محمد علي بمعمر ينال البطاقة صفراء. بطاقات الصفر لا نتمنى أن لا تلعب
أو نتمنى ألا تلعب ضد المعنويات المرتفعة لرجاء الذي سجل هدفا في الدقائق الأولى والذي لا يزال صامدا أمام نادي كايزر تشيفز. كان خطأ ضد برنارد باركر الذي قاد منتخب جنوب افريقيا للفوز على نيوزيلندا لما سجل هدفين في مرمى الفريق النيوزيلندي في كأس العالم للقارات التي أقيمت في جنوب افريقيا. بعد ذلك مباشرة اقتنصته أعين نادي 20 بالبطولة الهولندية، النادي الذي يلعب له اليوم يونس مختار. مشت كرة لرجاء فيفيون مابيدي ياسين الصرحي اللي كنعرفوه ماشي هو اللي كنشوفوه اليوم. فيفيون مابيدي يحتفظ بالكرة، ينتظر الدعم في غياب الدعم من طرف زملائه من طرف رفاقه. إلاير كوكو يغير الوجه للطرف الأيمن. جبيرة إلاير كوكو تعود الكرة في خط دفاع محمد الحج، وصل للطرف الأيسر عند محمد علي بمعمر. ياسين الصالحي استلام الكرة وإعادة توزيع المهام من فيفيون مابيدي. تراجع لاعبي كايزر تشيفز، لعبوا الرجاء لاعبين شويه بعاد على بعضياتهم في خط الوسط. خالد العسكري، رجاء لم يأتي إلى جنوب أفريقيا للعب كرة القدم التي تعود عليها، يلعب اليوم من أجل تحقيق النتيجة، والنتيجة هي التي تهم. الفكر الجماعي للاعبي الرجاء، نتمنى أن يخدم الفريق في هذه المباراة أمام كايزر تشيفز. رينيلوي كراج مضاد جواديسان تتحول من جديد للفريق الجنوب افريقي، فريق كايزر تشيفز الذي توج فتره سابقه بكأس الافريقيه، يعاني خلال الجوله الثانيه يحتكر الكره. نسبه احتكار الكره قد تتجاوز 60% لنادي كايزر تشيفز، لكن بدون نجاعه. الكره الاصعب التي اتيحت لهم هي التي ضاعت امام مرمى الحارس خالد العسكري براسيه لم تكن دقيقه من جوستو دادلا. نستعد لدخول الثلث ساعة الأخيرة. باكستر كرة لكايزر تشيفز في خط دفاع. ديفو ماشامايت وصل دافيد زولو، مشات للطرف الأيمن لرقم 2 سيبوني سوغاكسا اللاعب شابالالا مشى بكورتو عند رينيلوي برنارد باركر وتدخل دفاع الرجاء. حذري يدخل بسلام ولحسن حظنا للمرة الثانية مرت الكرة بسلام. جوزي روماو مطالب بإجراء تغيير خلال هذه الدقائق. جوزي روماو مطالب بإجراء تغيير لكي يخلص لاعبيه من ضغط رهيب لكايزر تشيفز خلال الجولة الثانية. لو ظل الرجاء يقبل الضغط فقط من دون أن يبادر للهجوم قد يكلف ذلك هدف قد ينعكس بالسلب على نادي الرجاء. لا أتدخل شخصيا في حسابات جوزي روماو، هذه فقط قراءة، ربما هي القراءة لدى الملايين من عشاق الرجاء في المقاهي والبيوت، كل من يتابع هذه المباراة في المنتديات وفي كل الجلسات. جوزي روماو يلزم أن يجري تغيير. المرشح للخروج وياسين الصالحي، ومن يبدو أهلا للدخول خلال الدقائق المتبقية يوسف القناوي أو اللاعب عبد الكبير الوادي. ماسونغو كرة في التماس في خط دفاع لكايزر تشيفز. ماشامايت اللاعب المدافع دافيد زولو يزداد الضغط على لاعبي كايزر تشيفز. الجمهور الحاضر يلقي باللائمة على المدرب الاسكتلندي باكستر، يطالبه الاخر باجراء تغيير رغم انه كايزر تشيفز قابل عليه خلال الجوله الثانيه. كاش محمود في كرتين. دقيقه 71 من المباراه، الوقت يمر بسرعه على نادي كايزر تشيفز وبهدوء قاتل على الرجاء وعلى مناصريه، والجمهور المغربي كله اليوم يناصر نادي الرجاء في هذه الخرجه الافريقيه كما ناصر الفتح الرباطي يوم امس وكما سيناصر نادي المغرب التطواني امام كانو بيلارز. كل تاسف على خروج النهضه البركانيه الذي افتقد لخبره المباريات الافريقيه امام اونس كرياتور الفريق المالي
الذي أقصاه بالعاصمة باماكو في الثواني القاتلة من الوقت البدل الضائع. تصل الكرة للطرف الأيسر. ماشامايت لجاكسا، عنده ماسيليلا يطلب الكرة من الطرف الأيمن. كرة طويلة في التماس لمصلحة الرجاء. مخرج المباراة يركز على مفاتيح اللعب في نادي كايزر تشيفز. كايزر تشيفز الذي لم يكن موفقا تماما في الدوري الجنوب افريقي في المباريات التي اجراها، والجمهور يبدو حزينا للنتيجه وينتظر موعد المصالحه بهدف التعادل الذي لا نتمنى ان يحضر في هذه المباراه وان يؤجل لمواعيد لاحقه. كره الكايزر تشيفز، كره في التماس، كره تجاوزت الخط، ربما خرجت الكره قبل ما تمس جواليسان. تعود الفريق الجنوب افريقي اتجاه تشابالالا. لعب كرة صعيبة الكرة لكايزر تشيفز، كرة لكايزر، لكن التغطية والهجمة المضادة يجب أن تدبر الهجمة كما يجب. فيفيو مابيدي يلا زيد شوية. وساغونا مشى وساغونا في المحور، ينتظر الدعم من الطرف الأيمن جواديسان، مشى مع فيفيو مابيدي مشى بكرته مابيدي يا مابيدي يلا مابيدي، لعب كرته في القائمة الثاني بعيدة على ساغونا. كريستيان تتحول كرة من جديد جاكسا يود أن يبحث عن رفع إيقاع هذه المباراة بحثا عن هدف التعادل، والرجاء يضيع فرصة خلال الدقائق التي مضت. مشت كرة لكايزر تشيفز. الهجمات التي انتهت بسلام 274 هجمة لنادي كايزر تشيفز، أو التمريرات عفوا التي كانت ناجحة مقابل 180 وحدة لفريق الرجاء. نسبة النجاح على مستوى التمرير كما تابعنا الإحصائيات التي نتوصل بها دقيقة بعد أخرى. مشت كرة شابالالا وخالد العسكري في المكان والزمان المناسبين، يتدخل للحد من خطورة الفريق الجنوب افريقي عبر نجمه شابالالا بملعب الكينغز بارك. سابقا موزيس مابيدا، حاليا بيدا وحيد يلمع. كرة توصل بها شابالالا، حط خالد العسكري، دخل بهذه الطريقة. ندخل بعد لحظات لربع ساعة الأخيرة. كايزر تشيفز يضغط خلال الجولة الثانية. شابالالا، حكم يمنح ضربة خطأ لكايزر تشيفز. المتوج بألقاب عدة على مستوى البطولة المحلية، الذي تذوق طعم التتويج بالكأس لمرات عدة، والذي يستعد لإدخال تغيير دخول اللاعب رقم 17 جورج ليبيسي، لاعب خط هجوم، لاعب قادم من نادي بلومفونتاين، يستعد للدخول في الربع ساعة الأخيرة. تغيير هجومي ربع ساعة فقط. محمد الحاج وسط لاعبين يتحصل على ضربة خطأ ربع ساعة الأخيرة. أكيد أنه الظروف اللي تعودنا عليها في القارة الأفريقية، الطقس الحار والبنيات التحتية اللي ما تكونش في مستوى عالي، تغيب عن مباراة اليوم، لكن عامل قد يكون مؤثرا في آخر ربع ساعة، وعامل الرطوبة، علما أن مدينة دوربان مدينة ساحلية. دخول إكشتاين مكان برنارد باركر، تغيير آخر للمدرب ستيوارت باكستر، بول إكشتاين، وسيدخل جورج ليبيسي كتغيير ثاني للفريق الجنوب افريقي، فريق كايزر تشيفز. إيلاير كوكو لجواديسان، مشات كرة مناسب لتسجيل هدف. مشى كرة فيفيون مابيدي عنده ساغونا، مرر الكرة للطرف الأيسر، يلقى الدعم والمساندة عادل كروشي، يسدد الكرة لكن تلمس قدم ياسين الصالحي وتتحول ضربة مرمى للحارس بريون كوزوايو. البديل بول إكشتاين دخل مكان برنارد باركر، أكثر اللاعبين خبرة في فريق كايزر تشيفز. بسلام ومرت بسلام الكرة للبديل إكشتاين الذي دخل لتوه، كان بإمكانه أن يسجل هدف التعادل.
إكشتاين بول. وتغيير آخر في صفوف فريق كايزر تشيفز، دخول جورج ليبيسي. تمريرة بالمقاس من شبللا كان بإمكانها أن تصيب جهود الرجاء في مقتل خلال هذه المباراة. ليبيسي رقم 17، جورج ليبيسي مكان موندلا ماسونغو رقم 22 الذي اجتهد طوال دقائق هذه المباراة لكن غاب عنه التوفيق كما غاب عن رفاقه في الخط الأمامي لنادي كايزر. كرة من نقطة الزاوية، كرة مرفوعة وعودة موفقة مرة أخرى لأوساغونا. أوساغونا يقدم مباراة كبيرة اليوم من الناحية الدفاعية خلال الجولة الثانية وحتى خلال الجولة الأولى. مشات كرة لتشابالالا، تشابالالا مشى بكرة تشابالالا لعب كرة للطرف الأيمن، كرة مرفوعة مبعدة من دفاع الرجاج ومضادة عند فيفيو موبيدي. موبيدي يلعب كرة لياسين الصالحي، ياسين الصالحي كرة طويلة عليه، تماس فقط لنادي كايزر تشيفز. تصل الكرة لرينيلوي، رينيلوي لإريك ماتو، الاستلام من إريك ماتو. تراجع لاعبي الرجاء لتأمين الجبهة الدفاعية. كرة أمامية تجاه تشابالالا ومبعدة من عادل كروشي وبعد الخطر عن مرمى خالد العسكري. كوكو كأننا بمباراة سبت فاصلة. إصابة المهاجم النيجيري أوساغونا، شد عضلي ربما. فريق كايزر تشيفز يواصل اللعب، رجاء لعب نقص بلاعب واحد. نزل الكرة جنوب افريقيا عن تشابالالا يبحث عن رينيلوي، كرة تصل لرينيلوي ما نخليوش يسدد ضد رينيلوي. نزل الكرة للفريق الجنوب افريقي، تراجع لاعبي الرجاء، تتحول كرة هجمة مضادة صعبة 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 الكرة، والحكم قبل ذلك أعلن عن ضربة خطأ. الحكم كان أعلن عن ضربة خطأ. تشابالالا يقدم جولة ثانية ممتازة. والحكم ينتبه لسقوط المهاجم النيجيري. الإعادة واش كانت راهي مرفوعة. الحكم أعلن عن ضربة خطأ وليس عن حالة تسلل. كانت ضربة خطأ لمصلحة مصطفى بالمقدم لأن الحكم المساعد ما رفعش رايته. رجاء في طريقه لإجراء تغيير خلال الدقائق المتبقية من هذه المباراة. نلعب الدقيقة 79. دخول عبد الكبير الودي، تغيير أول لجوزي رومان براتاس. ما كل مرة تسلم الجرة والهجمات مرت على رجاء بسلام. آخر ربع ساعة ياسين الصالحي كيف ما كان متوقع ربما قد يغادر المباراة ويعوض عبد الكبير الودي أم سيخرج أوساغونا. بالفعل أوساغونا يفقد التوازن في الكرة الأخيرة، كان شد عضلي لأوساغونا ليعوض بعبد الكبير الودي الذي يعرف طقوس الممارسة بجنوب افريقيا والذي شارك رفقة المنتخب المحلي في كأس افريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت بجنوب افريقيا وكان واحدا من هدفها. لاعب عبد الكبير الودي يدخل خلال آخر دقائق. سرعة هذا اللاعب قد تلعب دور مؤثر في تسجيل هدف وذلك ما نتمنى. إريك أرنولد كاستان يمنح الإشارة لإجراء تغيير. أوساغونا أوت أو ياسين الصالحي. بالفعل مكان متوقع ياسين الصالحي يغادر ويعوض بعبد الكبير الودي، فيما تغيير اضطراري دخول حمزة بورسوق مكان أوساغونا على بعد 9 دقائق فقط. ثنائية الودي بورسوق لتسجيل هدف واستغلال المساحات الشاغرة في دفاع كايزر تشيفز. حتى باكستر سيأمر لاعبيه بعدم الإفراط في تأدية الأدوار الهجومية برغم أنهم متأخرين في النتيجة بهدف ل0. باكستر الذي درس جيدا مباريات الرجاء
وتابع مجموعة من الأشرطة وقال في المؤتمر الصحفي الذي سبق إجراء هذه المواجهة، قال: أعرف جيدا رجاء واحد من أعرق الأندية الأفريقية، تابعته في مونديال كأس العالم للأندية، نادي أحترمه كثيرا. كرة في التماس، الجليلة جميلة اتجاه حمزة مرزوق، والكرة في التماس لكايزر تشيفز. لم يتبقى إلا القليل عن الصافرة الختامية للحكم الجابوني. إريك أوساغونا قام عليه في هذه المباراة كريستيان أوساغونا عفوا. الكرة مرفوعة والهدف الذي سجله أوساغونا رأسه لم تخطئ المرمى هذه المرة، ضبط أموره وسجل الهدف. مشت كرة لرجاء وخطأ يعلن عنها الحكم الجابوني. تغييرين دفعة واحدة لجوزي روماو براتاس، مدرب عنده تجارب في عدة محافل عالمية في الدورة الأولمبية رفقة البرتغال، الذي قاده في دورة الألعاب الأولمبية مع لاعبين من قيمة الميدا ومن قيمة كريستيانو رونالدو في دورة الألعاب الأولمبية، لكن تغيب عنه التجربة الإفريقية التي سيتحصل عليها تدريجيا رفقة الرجاء في المباريات التي سيلعبها أمام أندية كبيرة في القارة الإفريقية. لعبت كرة سريعة لنادي كايزر تشيفز، تدخل دفاع الرجاء، لعبت كرة أمامية أقرب للحارس بريون كوزوايو. كرة للطرف الأيمن يعيدها لإيريك كوزوايو. إريك كوزوايو لتيفو ماشامايت، استلام تيفو ماشامايت لتشابالالا في خط الوسط، تتجاوز ماسيليلا للطرف الايمن لرقم الدين سيبوني سوغاكسا، وصل كورتو للبديل لاعب اكشتاين بول. وجديش الحلول، لاعبو كايزر تشيفز يعانون خلال الدقائق الاخيره، معاناتهم ستستمر الى غايه الصافره الختاميه لحكم المباراه الجابوني. الى إركوكو، مشت كره يستعيدها تشابالالا، وصلها لاكشتاين، لعب كره 1-2 لكايزر تشيفز، بديل اكشتاين. العسكري كان خطا ضد حارس المرمى. الإعادة الكورت فريق كايزر تشيفز. لن أستبق الأحداث، لكن مهما كانت النتيجة في هذه المباراة الرجاء مطالب بالتركيز كثيرا على مباراة العودة، لأنه يلعب أمام فريق ليس بالسهل تماما. الرجاء دبر دقائق هذه المباراة بحكمة، وجوزي روماو تعامل بذكاء مع هذه الكرة. كاتلي غونفيلا يغادر المباراة ودخول تيمبو. كرة أمامية في التماس، يقول الحكم لكايزر تشيفز. الرجاء الذي تنقل رفقته عشرات من المناصرين لدعمه ومساندته في هذا المحك وفي هذه الخرجة الإفريقية، أو في الرجاء تجدهم معه في كل زمان ومكان. الرجاء طبعه جوال. مشت كرة بالراس مبعدة، تتحول اكشتاين يلعب كرته للطرف الايمن عند ماسيليلا، كرة عرضية من كرة بالراس ومبعدة من دفاع الرجاء، يبعد الخطورة، تتحول من جديد لكايزر تشيفز. والكرة في الجبهة الدفاعية. 4 دقائق ونصف وبعد الصافرة الكرة وان الابعاد. ما زال الخطوره والكرة مبعده في التماس لنادي كايزر تشيفز. اصابه مصطفى بن مقدم، لازم ياخذ راحته بعد التوالي لاراحه زملائه من ضغط رهيب مارسه كايزر تشيفز. يلعبوا ليه نجوم كبار في تاريخه، جون ليتشابا وفرانك بيريرا وموران كولو، والعميد السابق لمنتخب جنوب افريقيا للاولاد دكتور كومالو، اللي تألق رفقة الفريق ما بين عوام 87 و2002،
لوكاس رادبي ونجوم اخرين. هذه كره الفريق الجنوب افريقي، كره تسدد لحسن حظنا ضاعت، تتحول كره لرجاء من جديد. عبد الكبير الوادي، هنا خطا مكلف. نعم مكلف، نعم مكلف. يا له من حظ اليوم، الحظ هو اللاعب رقم 12 رفقة الرجاء في مجموعة من الفرص التي اتيحت لكايزر تشيفز. كان يظن أنه كان هناك تسلل ويروي ظمأه ويحاول أن يخفف نوعا ما من الضغط الذي رافقه المدرب ستيوارت باكستر سيندب حظه على تضييع كرة لن تتاح لكايزر تشيفز إلا مرة واحدة. فرصة تسجيل هدف التعادل. لازم الحفاظ على التركيز، لازم الحفاظ على تركيزنا في الدقائق الأخيرة. الإعادة للكرة اللي مشات لماسيليلا، وصل له بالراس اللاعب رقم 23 ماشا مايت لسعد لخط الهجوم لمساندة الزملاء، وميتيمبو يضيع كرة لا تضيع. قد يندم ستيوارت باكستر على إدخال هذا اللاعب ميتيمبو سيفيليلي. إنذار لخالد العسكري. بطاقة صفراء ثالثة للاعبي الرجاء خلال هذه المباراة. دخول وليد الصبار في خطر وسط رجل الارتكاز مكان جواد إسان، لأنه شوارع كثيرة في دفاع الرجاء خلال الجولة الثانية. ميلاير كوكو، محمد علي، مشات كرة أمامية ما وصلتش لحمزة بورسوق، تستخلص في خطر وسط وتفتك من أقدام لاعبي كايزر. رينيلوي، كرة لدفاع الرجاء عبد الجليل جبيرة. ماشا مايت يتدخل في الكرة الأخيرة، دقيقتين فقط. دافيد زولو مشى كرته أمامية وتدخل محمد الحاج. فيفيون مابيدي، كرة بالراس لرينيلوي، لعب عن إكشتاين وصل كورتو للجهة اليسرى، يبحثون عن ماسيليلا. سيبو ماسيليلا رقم 27 إكشتاين، وصلت الكرة لماسيليلا، التغطية من دون خطأ. الحكم كانت عنده وجهة نظر أخرى، يمنح ضربة خطأ لتسيبو ماسيليلا ضد وليد الصبار. لاعب ينال مكانته في تشكيل الرجاء، ينال ثقة جوزي روماو. صعود تمثيلية مهمة من لاعبي كايزر تشيفز لمنطقة جزاء خالد العسكري. شابالالا في تنفيذ ضربة خطأ. شابالالا يرفع كرة، شابا متابعة بالراس، نزل الكرة لكايزر تشيفز. شابالالا يعيد الكرة وخروج خالد العسكري ضابط اموره في هذه المباراه. خالد هذا مناصري الرجاء مخرج المباراه يلتفت لهذا الحضور الجماهيري لجماهير الرجاء في هذه المباراه لدعم ناديهم. هم الاوفياء وهم من يساندون النادي في هذه المباراه، من قطعوا الاف الكيلومترات. هذا هو الوفاء وهذا هو المعنى الاصيل للوفاء. مشت كره صعبه من الطرف الايمن، تحضير الكره مبعده من دفاع الخضر، من دفاع النسور. حمزه بورسوق، يلا بورسوق، وصل كورتو عند وليد الصبار من دون خطا، لكن الحكم يمنح ضربه خطا لنادي كايزر تشيفز. سننتظر الوقت البدل الضائع، سننتظر الاكسترا تايم من الحكم الجابوني إريك أرلاند كاستان. كان تدخل لإبعاد الكرة فقط. 90 دقيقة سلات 90 دقيقة 4 دقائق كوقت مضاف. كانت توقفات كثيرة خلال الجولة الثانية. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت المضاف. شابالالا تحضير الكرة مصطفى بن المقدم، محمد الحاج، مصطفى بن الحاج، كاريزما هذا المدافع يؤثر. مصطفى بن المقدم كما أثره في فترة سابقة بطيف جريندو، يوصل الرسالة للاعب في بداية مشواره مصطفى بن المقدم. مشات الكرة عن إكشتاين لعب كورتو، يلا هدوء في مابيدي، لعب كورتو ممتازة. يلا الوادي
خرج بريون كوزوايو، بريون كوزوايو العسكري برتبة جنرال اليوم يقدم مباراة من مستوى عالي. خالد العسكري يقدم مباراة كبيرة، والرجاء في طريقه لتحقيق انتصار مهم جدا في هذه المباراة. كان تدخل نتمنى ما تكونش إصابة صعيبة على خالد العسكري. خالد العسكري الذي كانت شكوك كثيرة تحيط بمشاركته في هذه المباراة، لكن في آخر لحظة قرر الطاقم الطبي منح الفرصة لخالد العسكري ليكون حارسا رسميا للرجاء أمام كايزر تشيفز. لاعبو كايزر تشيفز قدموا جولة ثانية جيدة لكن غابت عن الفعالية عدد مهم من الفرص الضائعة. وباكستر حزين رفقة طاقمه المساعد، وإيتو ميلينغ الحارس البديل. إيتو ميلينغ كوني لم تتح له فرصة اللعب رسميا في هذا الموعد، فيما جوزي روماو في طريقه للخروج منتصرا في مباراة الذهاب وتحقيق الأهم في انتظار مباراة العودة بالمراقبة الرياضي محمد الخامس أمام 70,000 مناصر. هذا أمر مضمون. لو كان كايزر تشيف صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في جنوب أفريقيا، ما يقارب 16 مليون من أوفياء هذا النادي عبر كل المدن الجنوب أفريقية، فالرجاء عنده ما يزيد عن الملايين من مناصريه في كل أنحاء العالم يتابعون هذه المباراة في مختلف المدن والعواصم العالمية، في المداشر والقرى والحواضر. الكل يبحث عن الصافرة الختامية للحكم لإنهاء هذه المباراة بتقدم وبسبق عددي مهم جدا. جبيرة يبعد الكرة في التماس، عبد الجليل جبيرة تصل كرة إكشتاين ماسيليلا معيد الكرة في خط دفاع عند المدافع الأوسط ماشامايت، لعب كورتو لدافيد زولو ماشامايت. آخر فرص كايزر تشيفز، في هذه المباراة. تشابالالا يرفع عن كرة مبعدة، ضربة زاوية. لو مرت هذه الزاوية بسلام ممكن أن تكون النهاية سعيدة وانتصار تام للرجاء في هذه المباراة. سيكون صعود ماشامايت حتى مخرج المباراة يركز على ماشامايت يسجل 6 أهداف في الدوري الجنوب أفريقي من الكرة الثابتة. حمزة برزوق وإياك من ماشامايت. الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع، طريقة فريدة من نوعها. أغلب الكرات تلعب في القائم الأول، ضربات الزاوية تلعب في القائم الأول. ماشامايت، ماسيليلا، ميتمبو وماتو في القائم الأول لمرمى خالد العسكري. تلعبات الكرة مبعدة، عبد الكبير الوادي يلا خذ راحتك، لما قدرتيش تسجل ضيع الوقت في الثواني التي تبقت. عبد الكبير الوادي مشى بكرته في التماس، حكم سيضيف ثواني أخرى. الحكم الغابوني إريك أرنولد كاستان. تعود الكرة في خط دفاع للحارس بريون كوزوايو لعب كرة طويلة الكرة فقط لإيلاير كوكو لعب كرته تجاه حمزة برزوق مع المدافع الجنوب افريقي. مازال لازم الضغط على دفاع فريق كايزر تشيفز. انتهى الوقت المضاف من طرف الحكم الغابوني. 4 دقائق قتال. كوزوايو خط وسط الرجاء، يلا بهدوء وليد الصبار. هذا المطلوب. الكرة تصل للطرف الايسر، استلام الكرة عادل كروشي، لعب كرة امامية لحمزة بورسو، كرة بالراس في يد الحارس كوزوايو. حكم القادم ميلي بروفيل يضيف ثواني اخرى وتنتهي المباراة. هنيئا للرجاء بهدف ل0 امام نادي كايزر تشيفز. تحقق الاهم في هذا الموعد في انتظار مازال ما سلاش يكون الحكم، لا سلت المباراة. هنيئا للرجاء بهذه النتيجة، هدف ل0 امام نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي. هنيئا لخالد العسكري وزملائه، لكن يلزم الحذر من ابناء سوار باكستر في مباراة العودة. ما تابعنا في مباراة اليوم